هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. صدمات بنمر بيها في حياتنا بتخلينا نقف كده في مكاننا ونسأل نفسنا هو ازاي وصلنا لحد كده. ازاي اصلا وصلنا لمرحلة ان احنا نقبل على نفسنا حاجات عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا نقبلها، وتلاقي نفسك عمال تسأل اسئلة للأسف محدش هيجاوبك عليها غيرك انت. بس انت مش هتعرف تجاوب عليها دلوقتي، انت هتجاوب عليها في نهاية الطريق. طيب ايه اهم خطوة انت لازم تبدأ بيها علشان تخرج من الصدمة دي؟ اهم خطوة وهي الوعي. الوعي بان الموقف ده فعلا حصل فيك. في ناس كتير جدا بتفضل واقفة في مرحلة ان هي مش عايزة تعترف ان الصدمة دي هي مرت بيها، وتفضل تقنع نفسها ان حياتها زي ما هي وما اتغيرتش. لو انت مش هتقدر ان انت تروح لمتخصص وانت عايز تساعد نفسك بنفسك، لازم تتقبل فكرة كل حاجة بتحصل لك. لازم تتقبل فكرة ان هي حصلت لك لسبب، والسبب ده هيكون تغيير ليك للأحسن. الوعي مش بيكون بس بان انت حصل لك الموقف ده وتستوعبه. الوعي ده ان انت تفهم احتياجاتك اللي وصلتك ان انت توصل ان انت تقبل على نفسك المواقف اللي انت مريت بيها. طيب انت كمان محتاج ان انت يبقى عندك وعي بالمخاوف اللي كانت دايما بتجيلك في دماغك اول ما انت تحاول ان انت تبعد عن الحاجة اللي انت بتمر بيها دي. فكان يجيلك كده حاجة في دماغك تخوفك، انت لو بعدت عنها هيحصل لك كذا. لا، انت اصلا مش هتقدر تبعد عنها. لازم تفهم اسباب المخاوف دي وتبدأ تمسك حاجة حاجة فيهم، وتفهم هل هي فعلا موجودة. طب ما انت مريت بالصدمة دي، هل انت فعلا حصل لك اللي انت كنت خايف منه؟ محتاجين برضو نعرف الوعي بحقوقنا النفسية. احنا جزء كبير جدا من الغلطات اللي بنعملها في حياتنا او الحاجات اللي بنقبلها على نفسنا ومش بنتخيل ان ممكن كنا في يوم من الايام ان احنا نقبلها، هي ان احنا بنهدر حقوقنا النفسية. بنشوف ان اللي قدامنا ليه حق علينا واحنا نفسنا ملهاش الحق ده، ودي بتكون سبب في ان احنا نسمح للي قدامنا ان هو ياخد حقوق مش حقوقه اصلا ونهدر حقوقنا احنا. واصعب وعي محتاج ان انت لازم تعمله وهي وعيك بقراراتك المرضية. وعيك بالقرارات اللي انت اخدتها بشكل مرضي وانت مش حاسس. وعيك بالقرارات اللي انت عملتها وانت عارف ان هي سبب اذى ليك، بس انت برضه كنت بتعملها. ايا كان كنت بتعملها ليه او ايه تفكيرك ساعتها، بس لازم تبقى فاهم ان انت وانت بتعملها كان قرار مرضي، لان انت كنت عارف ان هي حاجة بتأذيك وانت مكمل فيها. بدأنا نحاول ان احنا نشغل زرار الوعي عندنا. ايه اللي مفروض يحصل؟ مبدئيا لازم هتتغير، بس ايه شكل التغيير ده؟ هل التغيير ده هيخليني اوحش ولا هيخليني احسن؟ هل التغيير ده هيشيل الحاجات الكويسة اللي فيا كلها ويبدلها بحاجات وحشة، ولا الحاجات الكويسة هتفضل فيا بس انا هبقى عارف استخدمها؟ جرب اقعد مع نفسك وشوف ايه الحاجات الكويسة اللي فيك، بس انت اللي معرفتش تديها للشخص الصح، ومعرفتش ان انت توقف لما تعرف ان هي سبب ازلي. وبرضه اقعد مع نفسك وشوف ايه مخاوفك اللي وصلتك ان انت تقبل الحاجات اللي انت عمرك ما كنت تتخيل ان انت تقبلها. ولازم تتعلم ان كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا بتحصل لسبب. كل موقف انت بتمر بيه صعب كان سبب ان انت تحس من جواك بوجع، كان سبب في ان انت تحس ان ازاي انا وصلت لكده. اشارة من ربنا ان انت تبدأ بداية جديدة مختلفة خالص عن حياتك القديمة. حاجة مهمة عايزة اقول لكم عليها لازم نبقى واخدين بالنا منها، وهي احتياجاتنا هي السبب الاساسي في اختيارات كتيرة قوي. بيبقى جوانا احتياجات مش عارفين ان هي جوانا، بس هي بتكون سبب في قرارات وتصرفات بنعملها هي اصلا مش تصرفات شبهنا ابدا. لازم تبقى فاهم احتياجاتك ايه من اللي قدامك، احتياجاتك ايه من الناس اللي حواليك، واحتياج الناس اللي قدامك منك ايه. لان في حاجة مهمة جدا وهي ان احنا لازم كل فترة نراجع علاقاتنا باللي حوالينا، نشوف تأثير علاقاتنا دي علينا ايه، طب نشوف تأثيرنا احنا على اللي حوالينا ايه. لان وارد جدا نكون برضو احنا سبب في وجع او في ضيق للي حوالينا واحنا مش حاسين. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.